ما بين الزيرو والواحد، عوالم تاني. الوشوش شبه الوشوش، بس الحقيقة غياب. والصورة لو كدبت نفتح للنور 1000 باب. احنا معاد ميزان الحق في كفوف ايدينا، في زمن الزيف عقلنا سابق عينينا. نكسر شفرات الحياة ونكتب أكواب حلمنا، ونصح الضمير في عز نوم الدنيا، في عز نوم الدنيا. هنعمل ايه يا آدم؟ هنقعد متكتفين كده؟ انا عقلي مش مستوعب. ايه الصورة اللي اتبعتت دي؟ وازاي اتبعتت لينا كلنا ومن رقم مجهول؟ والصورة دي حقيقية ولا مزيفة؟ أنا واثق إنها مزيفة. ندى استحالة تتصور كده. لازم نوصل للحقيقة يا آدم ونعرف مين اللي عمل ده. ده عبده بيتصل على الموبايل. الو، ايوه يا عبده، انت فين؟ أنا سافرت مع العيلة غصب عني للعزبة، بس قلت أقول لكم على حاجة. خير يا عبده؟ أنا نفذت فكرة تيفا، وسألت ماما على صور ليها من أيام الجامعة بحجة إني أظبطها وأعدلها بالAI، وأعتقد إن ده اللي اتعمل مع صورة ندى. أنا ملحقتش أحللها، بس انتوا تقدروا. عفارم عليك يا عبده، هيحصل حالا. في إيه؟ قالك إيه يا عبده؟ انت ايه اللي عملته ده يا ياسر؟ ده ما كانش اتفقنا. ملكيش فيه يا بسنت، وما تقلقيش، الصورة اتعدلت، محدش هيربطها بيكي. ليه كده يا ياسر؟ ندى ما عملتش حاجة تضرك عشان تفضحها كده. محدش يقول لياسر الخربوط لي لأ، تستحمل بقى. من فضلك يا ندى اتكلمي معايا، انتي ساكتة من امبارح، أنا خايفة عليكي قوي. مش قادرة أتكلم يا تاليا. آدم بيتصل. ألو؟ أيوة يا آدم. تاليا، لازم تيجوا حالا. الصورة ملعوب فيها بالAI وعرفنا نثبت ده. هاتوا معاكوا لبس واللابتوب بتاعك وبتاع ندى وتعالوا حالا. مش هينفع، مش هينفع يا آدم. اسمعي بس، أنا وتيفا هنبات عنده، بس لازم نبقى قريبين من بعض لحد ما نعرف مين اللي زور الصورة دي وبعتها وناخد حق ندى. مش عوايدك يا ياسر تبقى قاعد في البيت كده وفي الأجازة. معاك حق يا بابا، بس الامتحانات كانت مرهقة، قلت أريح قبل ما أسافر يومين كده أغير جو. طيب ما تنساش تنبه على زميلتك تأجل الحملة الإعلانية، عايزها تبتدي مع المرحلة التانية للمشروع. حاضر، أعتبره حصل. يا ندى، اللي حصل ده يمسنا كلنا. وانا بعتبرك زي اختي نرجس، واللي يقرب من اختي مش هرحمه. أنا متشكرة ليكم قوي. احنا قدرنا نوصل باستخدام تحليل مستوى الخطأ Error Level Analysis إن الصورة ملعوب فيها في أكتر من جزء زي الخلفية والجسم، وعملنا لايتنج سيميوليشن، محاكاة للإضاءة، ولقينا فيه فروق واضحة. الظل مش ماشي مع النور، وغالبا عرفنا تلعب فيها بأنه موديل AI. بس ده معناه إن اللي عمل كده كان معاه صورة لوشك واضحة. أنا ما عنديش أي صور من غير حجابي من ساعة ما رجعت مصر. هل في أي صور رسمية كانت من غير حجاب؟ مفيش غير صورة الباسبور وصورة استمارة الجامعة. ما اعتقدش حد سرق باسبورك ولا يقدر يدخل مكاتب الجامعة بسهولة لأنه هيتعرف. أنا اللي هيجنني
إن الصورة فيها شكل شعري ولونه الحقيقي، وده حتى مش موجود في صورة الباسبور ولا صورة استمارة الجامعة. عارف من فين شكل تسريحته ولونه تحت الحجاب؟ أنا ما قلعتش حجابي بره بيتي نهائي. لا حصل يا ندى. انتي بتقولي ايه؟ مالك يا عبدو؟ مش على بعضك ليه؟ من ساعة ما وصلنا العزبة. مشغولة على صحابي شوية يا ماما. دول اللي بتذاكر معاهم؟ هما في مشكلة عند حد منهم وأنا مش جنبهم وده مضايقني. كبرت يا عبدو. اسمع، الصبح ارجع على القاهرة وخليك جنب أصحابك، وأنا هتصرف مع جدتك. ربنا يخليكي يا أحلى ميسة في الدنيا. ما تفهمينا يا تاليا. ندى راحت لبسنت البيت واشترت منها فساتين وطرح، وده كان بعد إلحاح من بسنت. أيوة صح، وصممت إني أقيس اللبس والطرح مع بعض. فأكيد هي اللي صورتها وندى مش واخدة بالها. وإيه مصلحة بسنت لما تتسبب في فضيحة لندى يا تاليا؟ مش هنعرف الحقيقة إلا لما نركب موبايل بسنت. بس لازم خطة ذكية. بسنت مش غبية وفاهمة زينا. أنا عندي الحل. إحنا هنصمم موقع لمتجر هدوم، وهنحط عليه صور بأسعار وقياس افتراضي، ونقول إنه براند مصري، ونختار له اسم ولوجو كاتشي. لازم يكون حقيقي جدا. فهمتك. ونخلي الموقع عليه ترافيك ونبعت لها إننا عايزين نعمل حملة إعلانية للبراند. وأول ما تدخل وتدوس انتر هيتحمل على الموبايل بتاعها حصران طروادة، وساعتها هنشوف كل اللي على جهازها ونتحكم فيه كمان. يفضل نبعت لها الطلب من انستجرام. يبقى لازم نعمل صفحة انستجرام كمان للموقع، ونستخدم رقم دولي نشتري بيه عنوان الموقع ونفعل بيه صفحة الانستجرام، وكله من خلال VPN عشان نخفي الأثر كله. ولازم صفحة الانستجرام يبقى عليها متابعين فعلا. هنعمل تفاعل وهمي ونستخدم SMM بانل اللي هو سوبر ماركت للتفاعل الوهمي، ونشتري متابعين ولايكات عشان تصدق إن البراند شغال. وطبعا هنشتريهم بفيزا افتراضية هنستخدمها مرة واحدة بس. يبقى نوزع الشغل. تيفا هيصمم الموقع، وتاليا صفحة الانستجرام، وندى هتكتب كود الفيروس، وأنا اللوجو وصور المنتجات. أنا هفتح حساباتها كلها قصادي أتابع بتعمل إيه. هيا كل الفانز الحلوين، وحشتوني. أنا طبعاً مش عايزة أقول لكم إن الترم كان صعب إزاي، بس بجد ما شفتش زي كليتي كاد. بنصح أي حد هيقدم السنة الجاية للجامعة يقدم هناك، مش هتلاقوا زيها. باي. الوقت اتأخر قوي وأنا مقتولة. ينفع ننام شوية؟ بدل ما أنام منكم فجأة. مش هتنبسطوا من صوت الشخير. أنا مع تاليا، هاخد تيفا ونبات عنده. ده مفتاح الشقة هنا، اقفلوا عليكم كويس، والصبح بدري هنجيب فطار ونيجي نصحيكم. أخيراً في حد هيشاركني جنة الروف جاردن بتاعتي. أنا مش عارفة أقول لكم إيه بجد. ما تقوليش. إحنا كلنا واحد. يلا تصبحوا على خير، بكرة قدامنا يوم طويل قوي. إحنا حكاية جيل في عز الظلمة، قلبنا هو الدليل. أنا صعبان عليا ندى يا تيفا. هنجيب حقها يا صاحبي، صدقني. أنا هتجنن لو بسنت اللي عملت كده، فإيه مصلحتها؟ أنا شاكك في حد تاني، بس مستني نتأكد. وأنا عارف أنت قصدك مين. طب لو عرفنا إن هو، هنعمل إيه؟ هنخليه يندم على اللي عمله ده طول عمره. مالك يا ندى، سرحانة في إيه؟ في اللي بتعملوه معايا، وانتوا بتعرفوني بقالكم كام شهر، واللي عملته معايا أختي بنت أمي وأبويا. ما أنا مش عارفة أختك عملت إيه عشان أعرف أرد،
خاصة وإنك قلتي إنه فيلم رعب. بعد اللي حصل لي ده واضح إن حياتي كلها هتفضل فيلم رعب. لا روق كده يا جميل، أنا لولا اللي حصل كنت هطلب منك تحكي. انتي عارفة أنا ليه رجعت مصر؟ ليه يا ندى؟ أختي ما صدقتنيش لما قلت لها إن جوزها حاول يتحرق بيا. يا نهار اسود. احنا معد، احنا حكاية جيل يرسم لكل حلم البديل. في عز الضلمة قلبنا هو الدليل، والعدل لو يوم غاب بكرة لينا أكيد هيميل. احنا معد